إذا قلت لك المحرك المسكر أحسن من المفتوح تصدقني لو لا؟ أقول لك شلون. المسكر بالمصطلح المحلي هو محرك ال DOHC، يعني دبل اوفر هيد كام شيفت، يعني بأربع صمامات ولفات على كل غرفة احتراق، وعمودي حدبات، واحد للهواء والآخر للعادم، يعني صمامين على السحب واثنين على العادم القزوز، بدل من واحد لكل جهة في المفتوح. إيجابياته أن نسبة انضغاط أعلى، يعني كفاءة أعلى، لأنه كل ما زادت نسبة الانضغاط زادت كفاءة الاحتراق. تنفس المحرك أفضل بسبب وجود أربع صمامات بدل اثنين، واقتصادي أكثر بصرف الوقود، وقوة العزم أعلى للسببين السابقين، أربع صمامات ونسبة انضغاط أعلى. ونشاطه واستجابته للسائق أفضل أيضا بسبب سهولة دخول الهواء. أما سلبيته الوحيدة هذا المسكين الكفوء، أن في تريتنا ما يفتهم ولو جديد عليهم، لأن أكو كام شفتين يعني عمودين حدبات، فيصعب عليهم يضبطون الدوران يعني السنتر، لأن ماكو ثقافة صيانة دورية، وما حد يبدل قايش كل 50,000 كيلومتر وينتظرونه ينقطع يلا يبدلونه، وإذا انقطع فراح يعوج صمامات يعني ولفات، ولازم يتبدل صمامات أو كور. للعلم هسه كل المحركات الحديثة VVT يعني تتحكم بتوقيت صمامات الدخول والخروج variable valve timing، وتزيد في كفاءة وعزم المحرك أكثر وأكثر، وتقلل من صرف الوقود. ويجيك فيتر يتفستق ويلغي ال VVT، ويجيك أبو الصناعة تعال فحص الجهاز وما نطيك إلا تحل المشكلة، وتطلع المشكلة العينتين لاغي ال VVT وما يعرف شلون يجيب السنتر مضبوط، والماكينة تظل ترغل في ترية وناس مال حرق. والله تابعونا بفيديو جاي.